في نظرية شهيرة بتقول إن العمليات دي بدأت بحركة المادة المنصهرة جوه الأرض، واللي كانت بتزق قطع القشرة علشان تركب في بعضها زي حضراتكم وانتوا بتركبوا قطع البازل. والعملية دي كان فيها تصادمات وانصهارات وتصادمات تاني، والنتيجة كانت تكوين نوى قارية صلبة. في نظريات تانية بتقول إن القشرة والنوى القارية ممكن تكون اتكونت بطرق مختلفة، زي إن القشرة كانت بتتكون وتتكسر وتترسب فتتركب فوق بعضيها، وإن الصخور كانت بتتعرض لضغط عالي وحرارة فتتعجن في بعض وتتحول لقطع أكبر وأكبر. أيوة، الموضوع معقد ومش سهل. زي ما قلنا الأرض مرت بمراحل صعبة جدا لغاية ما وصلنا لشكلها الحالي، واللي عايزين نركز عليه إن التغيرات دي كانت مستمرة لغاية ما وصلنا لأول دليل على حركة الصفائح التكتونية. اللي هي إيه الصفائح التكتونية دي؟ أقول لكم. عارفين القنبلة اللي هي بسبوسة فوق كريمة فوق كنافة فوق قشطة فوق عسل فوق شوكولاتة؟ أهي الأرض اللي إحنا واقفين عليها دي طبقات برضو زي القنبلة، بيسموها الصفائح التكتونية أو التكتونيك بليتس. الفكرة باختصار إن سطح الأرض مش حتة واحدة على بعضها، بالعكس سطح الأرض زي بطانة الفستان، طبقات كتير أو صفائح كتير. الصفائح دي بتتحرك ببطء شديد، ممكن تكون حركة مليمترات بس في الثانية، لكنها قوية كفاية إنها تخلق جبال وزلازل وبراكين.